قبل كل شيء في سعادة باش نحطوا الماتش في الاطار نتاعو. الماتش هذا جاء بعد سلسله من المباريات في توقيت قياسي وباسفار طيران وكذا وتعب. دونك حتى على مستوى اختيار التشكيله واختيار الخطه تعتمد على الحاله البدنيه والذهنيه للاعبين، لازم ناخذوها بعين الاعتبار. ثم يقول لك اذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع. ثم يقول لك الغايه تبرر الوسيله. الغايه نتاعي هو التاهل، الوسيله حاجه نعتمد عليها كمدرب على حسب الحاله اللي موجودين فيها. طارق ثابت في ماتش مازيمبي في مازيمبي لعب تقريبا بنفس وسط الميدان. زدان بركه دخل في بقعه اوغبونو وبنفس التفكير، هي غلق المساحات. ما نجحش برشا في مازيمبي لكن نجح مع الوداد صراحه، لانه قوه الوداد تختلف وطريقه لعبه تختلف على مازيمبي اختلاف تام. مين قال جبران والتمرير ونقطه القوه. بعد ما ياخذ جبران وليزاكسيون لي باس اللي حكيت عليهم تاك 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 ومن بعد قاعد يعمل في الكونتور نومبر دو باس. من بعد وين مش تمشي على كولوار اليمين واليسار. انا يقول لك طارق ثابت، انا صراحه على المستوى التكتيكي عجبني برشا طارق ثابت في الماتش هذا. خذ يا جبران انت الكره، ليزاكسيون خذ الكره مش تجيني على اليمين وعلى اليسار. دونك طاحت على اليسار باش نلقى غشه، باش نلقى بوشنيبه، باش نلقى اوغبونو. طاحت على اليمين باش نلقى بوقره، باش نلقى سيري، وباش نلقى وهابي. هاني سكرتين دخلت دون لاكس للتريو باش يكونوا موجودين في الميتر. هذاك علاش الوداد خذا نومبر دو باس صحيح، ولكن ما لقاش الحلول في نقطه القوه نتاعو الاساسيه هي لي بينيتراسيون على اليمين وعلى اليسار. اما انت كي تعمل في ديستريبيسيون دو باس راك قاعد تجري في جوره الكره. هذا انا حبيت يا خويا عدد الكيلومترات اللي قطعوهم مجموعه اسبيرونس. انا باش نعطيك مثال الماتش اللي فات. نحكي لك باش تعرف في الدوما في نفس الموين. الماتش اللي فات فما 4 ملاعبيه بين 11 و 12 كيلومتر ونص اللي هم اكثر واحد ماتش الوداد. ماتش لا نحكي لك في الماتش اللي قبله. لا الماتش اللي قبله في تونس سي نورمال. انا نعرف اما الماتش هذا تعرف شكون اكثر زوز جريو ما تكسرش الماتش هذا. بوقره وغشه وتقى واقبلوا بتعليمات المدرب العوده الى الوراء. لكن كانت تقولي عدد الكيلومترات اللي قعدتها الوداد اللي قطعوها من لعبه الوداد اقل بمجهودات اضافيه. انا كمدرب راهو الطريقه الدفاعيه نعطيك الكره وسي مشكل نتاع بلاسمون وريبلاسمون. مانيش مضطر انا باش نعمل 20 متر و40 متر، لا 4 متر منا 3 متر منا القدام التالي ونقعدوا جو جير الماتش نتاعي. هذيك ليكسبيريونس نتاع مدرب يعرف نقاط قوه المنافس. لا ما يصيرش معك في هذا خليني وانا قاعد نستنى فيك. شنو مشكلتي انا؟ خذ الكره والعب عيش على روحك. تدخل لي للمنطقه نتاعي ممنوع. النقطه الاولى. النقطه الثانيه وقلتها وقالوها الاولاد، التسديد من بعيد، لانه ما قاش الحلول على كولوار. لوح الكره لقدام ما قاش الحلول ليزاكسيون تاع الاسبيرونس واقفين مليح، فبالتالي ولا يسدد من بعيد. وانت قلت بدون دقه نورمال. كي ما نلقاش لي سوليسيون نلقى روحي في انطلاقا من كل هذه المعطيات سمير كيفاش تشوف مباراه العوده وشو مطلوب الترجي؟ المطلوب من الترجي التونسي اولا الساعه باش يغير من خطه اللعبه نتاعو بطبيعه الحال. مش يكون ساسي موجود، مش يكون بن علي موجود. المشكل ربما عند بوقره وغشه الحاله البدنيه اللي مش يكونوا فيها. هذا كله لازم ناخذوه بعين الاعتبار. النقطه الثانيه الاساسيه هنا باش نرجع لمين. هنا جبران ماهوش باش يلعب، لازم في رادس ما يلعبش، لانه هو اللي قاعد يسربي في اللعب ويعطي في لي سوليسيون. وقتها باش نحط معاه ساسي ولا نحط معاه تقا ولا غيره. هذاك ما يلعبش. الاختر نتاع جبران والرولونس اللي من برا باش تكون في رادس اكثر منها غاديكا. في رادس اكثر منها غاديكا. اسمح لي 3 ثواني. الكلام اللي قلته الكل صحيح ولوجيك. فما حاجتين، الاولى انه ريت الترجي افورس انه عمل لي زيفور معناتها ديفونسيف في وقت من الاوقات ولا الوداد دي سنتر من الجناب. وقت اللي ما كان في اول ماتش ما كانش سنتر. معناتها ذاك الترجي ما نجمش يقعد ماتش كامل يجري ولا بروف البونتو جا من سنتر والكره اللي على العارضه جات من سنتر. اللي قلته انا معناتها ما نعكسكش في حتى شيء. حاجه واحده هذا يكلف الترجي انه يعمل ايفور اكثر في الترانزيسيون اوفنسيف. صحيح. دونك فيسع باش نختم. الترجي مطالب انه يرجع لل 4-2-3-1، يرجع للمسانده على الكولوار، يرجع خاصه بتسريع اللعب الريتم اللي شفناه مع مازامبي بتسريع اللعب. والترجي قادر انه يسجل اهداف لكن مع الاحتياط من فريق الوداد اللي راهو فريق المساحات وفريق قادر على احداث الفرق. هنا يردوا بين الاسبيرونس خاصه على المستوى الدفاعي. اذا الاحتياط واجب بالنسبه للترجي الرياضي في مباراه العوده مع التمدي. فوق اسرائيل حنا نسيبورطيو حماس، نسيبورطيو اللي عاشوا حياتهم كامله غير الم، نسيبورطيو اطفال الحجاره اللي محاربين آلات، غينوضوا 1000 اخرين بلاصه واحد لا مات.